بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، مرة أخرى أصدقاء المتابعين عشاق الساحرة المستديرة، نعود ونجدد لكم التحية من هنا من ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وأحداث اللقاء بين فريق المقاول العرب والإسماعيلي في إطار أحداث مباريات دور 8 لبطولة كأس مصر لهذه النسخة لموسم 2010-2011. كما تابعنا أحداث الشوط الأول والتي انتهت بتقدم فريق المقاولون بهدف واحد مقابل لا شيء في مباراة على مدى شوطها الأول. كما تابعنا خلال 45 دقيقة أولى تابعنا فيها أداء باهت من لاعبي الفريقين وبالأخص من فريق الإسماعيلي، بينما هنا تأتينا صور من ملعب اللقاء قبل بداية أحداث الشوط الثاني. على ما يبدو أنه كان هناك شوط فاصل بين شوطي المباراة الأول والثاني، شوط لعب فيه الجمهور مباراة لا تستحق المشاهدة، مباراة حملت العصبية والتوتر والخروج عن النص، وهذا ما كنا نتحدث عنه في الشوط الأول حينما جاءتنا صورة معبرة عن الحب والعشق والجنون لفنون وسحر كرة القدم، وقلت بالحرف الواحد أنه لقاء الأشقاء، لقاء أبناء العم، قد يكون فيه حزن وهم، ولكن هم الخسارة وهم الهزيمة وحزن الخسارة وتوديع البطولة، ولكن قد يكون مليء بالفرحة والسعادة، وهذا ما نتمناه. عزيزي المشجع، إلى من يعشق سحر وحب كرة القدم عليك أن تمتثل إلى الخلق الرفيع، بالتأكيد هذا ما أتمناه من الجمهور العاشق. شاهدنا بالأمس لوحة فنية رائعة في مباراة الزمالك مع الجونة والتشجيع المثالي، كما شاهدنا وقفة جمهور الأهلي مع فريقه في الدوري المحلي وفي بطولة الكأس وكذلك في دوري أبطال إفريقيا. برغم خروج الأهلي أن ما زال الألتراس يحافظ على قيمة ورونق الألتراس وكذلك الوايت نايتس. وهنا جمهور الإسماعيلي وجمهور المقاولون، ماذا جرى بين شوطي المباراة؟ هناك أسرار وكواليس بالتأكيد سيأتي بها زميل مجدي الشربيني مراسلنا هناك في ملعب اللقاء أثناء الاستوديو التحليلي لهذه المباراة وكذلك المباراة الأخرى التي أقيمت قبل هذه المباراة. ولكن ما يأتينا عبر هذه الصورة، أتمنى أن كنت لا أبدأ بهذه الكلمات وأن لا تنقل إلي الصورة ولا تنقل عبر المشاهدين من المحيط إلى الخليج، إنها مباراة أخرى بين جمهور الفريقين، مباراة لا تستحق المشاهدة بين شوطيها بالتأكيد. أتمنى أن المخرج يبعد بكاميراته عن هذه الصور التي لا نتمنى أن نراها في ملاعبنا، صورة مؤسفة لا تحتاج إلى تعليق. كثيرا ما تحدثنا وكثيرا ما تكلمنا، وأين اتحاد الكرة من قرارات رادعة لكي تبعد كل ما هو مشابه. كما نتابع هنا رجال الشرطة في محاولة لتأمين المباراة، وفي النهاية نلقي المسؤولية على رجال الشرطة ونقول أن الشرطة تتعامل بصورة سيئة. لا 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 وألف لا، فأن الشرطة المصرية استعادت هيبتها ومكانتها التي تستحق أن تتعامل بها مع المواطن المصري الشريف الكريم المحترم. نتمنى الهدوء يسود. جاءت الرياح بما لا تشتهي آمال وأمنيات جماهير الفريقين في لقاء أبناء العم. تخيل معي إنه لقاء الإسماعيلي مع المقاولون. نعم، مباراة الدور الثاني هناك في بطولة الدوري شهدت بعض الأحداث المؤسفة، ولكن من جمهور الإسماعيلي على لاعبيه ولاعبي الفريق الآخر فريق المقاولون. وهنا أحد أفراد رجال الشرطة على ما يبدو أنه يذهب سريعا إلى مستشفى المقاولون لكي يتلقى عملية العلاج. في النهاية دائما ما تكون الضحية رجال الشرطة، كما نتابع هنا في الإعادة، كما نتابع في الإعادة. أصبحت لدينا مباراة أخرى، ليست مباراة كرة قدم، مباراة بين جمهور الفريقين. لابد من وقفة، لابد من إبعاد المشاغبين عن الساحة الخضراء وعن ملاعبنا بالتأكيد. يعني صورة لا تحتاج إلى تعبير. نعم، إنها مباراة بين شوطي المباراة، مباراة في العنف، في الخشونة، في الخروج عن النص والاحترام. أين الأخلاق؟ إنها الرياضة التي جاءت من أجل تهذيب النفوس وليست لإحراز البطولات والكؤوس، جاءت لكي تقرب الخطوط المتباعدة بين الجماهير العربية والمحلية كذلك. المدرجات تحولت إلى ساحة قتال، عفوا وعذرا عن هذا التعبير.
ولكن لابد أن أنقل الصورة إليكم كما هي أمامي بالتأكيد، حتى لا أبالغ وحتى لا أبتعد عن الحيادية، حتى لا أدخل في خطوط النفاق بالتأكيد. وهنا طاقم التحكيم يتابع والكل يتابع. يا إلهي، بركان الغضب ينفجر هنا في ملعب اللقاء بين جمهور الناديين، جمهور الفريقين. مباراة من الصعب أن تلعب بهذه الوضعية بالتأكيد، حفاظا وسلامة على من أجل الحفاظ و على سلامة اللاعبين داخل ملعب اللقاء، وبالتأكيد الأمن الذي يأتي ليؤمن المباراة يؤمنها من أجل أيضا الحفاظ على سلامة هذا المشجع الذي يحاول بكل الطرق أن يستخدم كل أساليب